شركات الذكاء الاصطناعي سواء شات جي بي تي او ديب سيك طلعوا بيتجسسوا علينا، والدليل في الفيديو اللي قدامك ده. Connected via an Ethernet cable to wiretap. Disabled Wi-Fi traffic is being sent to this company. It is a company located in China. So your data is being sent to China. وهي ان الداتا بتاعتك بتتنقل للصين بمجرد ما انت بتكتبها. المهم هنا انه زي ما انت شايف جاب كابل ايثرنت ووصله على الموبايل بتاعه علشان تكون الداتا كلها ماشيه من الايثرنت ده، وعداه على اللابتوب على واير شارك. واللي مش عارف واير شارك ده، فهو واير شارك ده ببساطه خالص هو برنامج بيحلل الباكتس اللي داخله وخارجه الجهاز بتاعك عبر الانترنت. واول لما بدا يكتب لديب سيك بدا يظهر قدامه ان الداتا بتروح وبتيجي من الصين. تقول لي ايه يعني كده فعلا الصين طلعت بتتجسس علينا؟ لان ببساطه خالص الداتا اللي انت بتبعتها دي هي حاجات عندك على الكمبيوتر بتاعك، فالداتا دي لازم يروح يتعمل لها معالجه على السيرفرات بتاعتهم، او بمعنى تاني على الموديل الاي اي اللي عندهم. لان ببساطه موديل الاي اي ده بيكون حجمه كبير جدا، مئات الجيجا بايتس، وبالتالي هي محتاجه سيرفر قوي وسريع جدا علشان نقدر من خلاله ان احنا نشغل الموديل ده. وده معناه ان جهازك عمره ما هيقدر ان هو يشغل الموديل ده ويرد عليك كمان. بالتالي نعمل ايه؟ خلاص ما نستخدمش اي اي. في الحاله دي كل الشغل حرفيا بيكون السيرفر سايد. يعني انا مثلا بقول له حل لي 1+1، فبيقوم باعت الداتا دي للسيرفرات بتاعته علشان يبدا يعالجها او عشان يحلها، ويبدا يرد علينا تاني بالاجابه. طب هل ده معناه ان الداتا بتتسرق؟ بص، هو ده سؤال ما نقدرش نجزم اذا كان صح ولا غلط، لان حرفيا كل موديلز الاي اي لو جربت عليهم الحركه اللي هو عملها هتعمل نفس النقطه، وهي ببساطه انها تبعت الداتا اللي انت بتحطها للسيرفرات تتعالج ويبعت لك الرد. ولكن فكره انها بتحتفظ بالداتا ولا لا دي ما نقدرش نجزم فيها بكلمه واضحه. في النهايه حابب اسمع رايك وتقول لي هل هو ده طبيعي ان الحاجه تروح يتعمل لها بروسيسنج هناك وترجع، ولا في حاجه ويرد؟ وشكرا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.